السلام ورحمة الله وبركاته، وعيد مبارك عليكم جميعا أحبتي. أهلا وسهلا بكم في حلقة اليوم، الحلقة المختلفة اللي بتكون عن رحلة العيد. رحلة مميزة ومختلفة تماما، عشت فيها أجواء ريفية لأول مرة، مفصول عن النت، مفصول عن عالم الحياة الخارجي وعن مواقع التواصل الاجتماعي، وعشت أيام مختلفة مميزة في الطبيعة، في جمال هذه القرية الجميلة مع الريف. أشياء جميلة جدا بتشوفوها في خلال الفيديو هذا اللي حاولت. أنا ما وثقتش للتصوير، كنت أنزل لكم الفيديو، لكن الأجواء اللي أنا عشتها ووثقتها سواء كان يعني بالمصاطفة حبيت أن أشاركها معكم. أهلا وسهلا بكم. أمير، ما هو إيش الشياكة هذه يا أمير؟ إيش الحلا هذا؟ أنا حالي من البداية. من البداية؟ أيوة، ومعي بطارية 4 من 4. اسمعني، ما هو كيف كانت حاكى لي الناس، اسمعني، كيف كانت الرحلة اليوم؟ حلوة بشكل جدا. حاكى سوا. حالية جدا. كيف كانت الرحلة؟ حالية جدا. عجبتك؟ اه. الشياكة هذه كلها من فين؟ طبعا هذا زي حد العيد. حق ايش؟ حد العيد اللي لبسته أمس في العيد. يا سلام. العيد ليش البسه ذا؟ هذا حد العيد. هذا احنا عاد احنا في العيد. عيد مبارك يعني. عيد مبارك. حبني. تخيلوا في هذا المكان طرح التاير، بس ايش، احنا الان بننزل نفرش شانه ونجلس نصطبح ويحلها ارحم الراحمين. ما نعمل يعني لما يبنشل عليك التاير هكذا فجأة، والمشكلة انا عادوا قرح علي التاير الاول، وغيرته بالاستبنين، وانا في هذا المنطقة رسلت من صنعاء يدو تاير، والتاير عادو وصل امس وذا مطروح. انا وقلت شابزه واسير اركبه، نصيب الطرح الثاني. ولكن كانت فرصة ان احنا نجلس نعمل هذه الجلسة الروعة، نجلس نصطبح في هذا المكان الجميل. ويعني يقول لك ايش، خلاص التاير طرح جلس طبح. وللأمانة أشكر من نسق لي هذه الرحلة، أيمن الحرازي من أعماق القلب، والله إنه ما قصر معي أبدا. أولا الحبايب من إيش اسمها القرية؟ الشارقة. حبايب قلبي ما قصروا والله، جابوا البومب وانقذونا في هذا المكان. شو التاير رجع، مشكورين يا حبايب، أنا أفدى لكم. أنا اليوم يوم جميل في الهجرة مع حبايب القلب. شوف هذا محمد حبيب قلبي. وانا خازي يا محمد، اول مره بصير خازي. هذا الغالي ايش اسمك يا غالي؟ عدنان واخي احمد والاطفال الرائعين والاستاذ محمد. اليوم في الهجره ضيافه جميله مع الحبايب، ومحمد الخولاني اول مره بصير خازي صح. الاحساس لما يوصلك شيء من اهل القريه حاجه مختلفه، احساس ثاني. شوفوا هذا يسمى تقريبا قفوع ذره. على لبن من البقرة، حاجة يا جماعة الخير والله حاجة مش طبيعية. وأمير يدي لنا ايش، يجيب الدمنة ولعبة حناش نلعب. يلا لما تطلع على هذه الأجواء هنا في هذا المكان وتجلس تاكل وتصطبح على شجرة البن هذه الرهيبة، هنا تكون الأجواء
مش طبيعية. طبعا على هذه الأجواء الساحرة تخيلوا معي يقع فطار بهذا الشكل. رتبت هذا. يا سلام يا أمير، بهذا الشكل على كل هذا واحد المكان. بزالة عين بزالة واحدة. اسمع القرية. يا سلام أمير. بابا طائر. ايوه اذا طاير ما هو يا سام. هذا الغراب. هذا انا بين احلق. هذا الغراب. ايوه وهذا الغراب يا امير. سرتني وانا بين اطير. ايوه هذا الخط هذا الخط. افتحني يلا وابصر ايش تلعب. بابا ديلي واحدة 9. اكشف 9 شجرة. اكشف الورق وانا اشوف. 9 شجرة. الآن يجي لنا بن وقش وحاجة روعة من هذا السمن والحليب. سمن بقري أصلي وحليب بقري، يعني كل شيء من الطبيعة، لذيذ ورومي. الله أكبر. صباح الخير صباح الخير يا جماعة. الجو رهيب 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 بدرجة ما تتصور. النسمة، الهواء، الريح، الريف ثاني والله. سير لوحده، سير هلا قاعدين. كيف اعجبك؟ قل لي شعورك. ها؟ كيف شعورك؟ يلا انا اشلحقك بالسيارة. تمام؟ خليك معاه. ايش الحركات هذه يا امير؟ ها؟ ايش الحركات هذه؟ يا سلام عاد يجري. ها؟ سلم على الكاميرا. كيف كانت التجربة؟ حالية. كيف عجبك؟ كان تبى بيهزم. ها تمام عجبتك التجربة؟ شي تعيدها؟ ماشي. ليش؟ شكلك كان يعني ينفع انك تكون راعي. ها؟ والله ما راعي. والله ما تراعي. داخلين طبعا نجلس في مكان كذا جميل، جاهزين بعدتنا بالفرش بالكرسي بكل حاجة، نجلس في مكان كذا مختلف. طبعا هذا المكان اللي استقرينا فيه، وتعالوا أوريكم على منظر أنا جالس فيه الآن. يلو على المكان هذا يكون في قلص قهوة. يا سلام يا سلام، بطعفرتها بكل شيء، ما يجي حالي لها كذا. يا سلام قشر أصل. صورتك متيم عاشق، ما الذي بيشغل بالك؟ أوقدك بحبي غارق، ما لبي وروحي مالك. صورتك متيم عاشق، ما الذي بيشغل بالك، أوقدك بحبي. الله 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 يا أمير، عيد مبارك. مبارك للكل. كل عام وانت بخير. الكل يلا. الكل يلا وزعوا بينكم. بنلعب هذه اللعبة حق زمان. أمير. ها؟ هذه اللعبة حق ايش؟ حقي تعجبني. حق زمان. أفوز أنا ولا أنت؟ شوف الغروب. أنا الأبيض. شوف الغروب. يا سلام على المنظر هذا الجميل. من اللي فاز؟ بابا. ليش الدعم؟ ثنتين خلاص. ليش من اللي فاز يا أمير؟ بابا. خلاص قولها بحلق. نعم يلا. بل اسمعني أنا بنحاكيك. اسكت خلينا نركز. أنا من اللي فاز علي؟ اسمع يي أنا بنحاكيك كنت اسمعني. ما هو؟ من اللي فاز على الثاني؟
خلاص ليش بتزعل؟ كم يا ربنا دولة تعال خلاص ليش بتزعل؟ صوتي صوتك ليش بتزعل؟ أزعل وهذا ما هو. ها من اللي ترى واضح منك. ليش؟ اسكت خلينا نركز. اسكت. هكذا بعض اللاعبين لما يلعبوا ما يشوش يعترفوا ما يشوش يعترفوا انهم مهزومين زي ابي. هكذا فزت عليه وما يشوش يعترف انه مهزوم. هكذا هم بعض اللاعبين. شوفوا هذا لهم اللاعبين اللي هم ايش؟ هذا لهم. شوفوا اللاعبين اللي ايش يهتزموا ويدعموا. هذا لهم اللاعبين. هيا بابا. اللي ما عجبهمش. امير هيا انت اللاعبين. امير كيف انا لما فزت عليك الان؟ كيف؟ فزت علي انا اللي انا فزت عليك انا. خلاص انت شوف حطيت الاصفر وحطيت الاصوات. ايوه من فاز يعني انا. ايوه انت ايوه انا فزت الان. انا فزت عليك اول. انا فزت عليك الان. يعني انا شاطر. من الصياح سمعوك القريب كله. ها قاموا وزرجوا. بابا انا. انت فزت. شوف. الحين عادك فزت. الحين انا اول فزت عليك. صور. ها ما نزل خلاص خليها مكانها. انت انا. هاي بسارت. ثاني. جنبها البيضة. يلا. خلال هذه الزيارة زرت أجمل مكان له ذكريات بالنسبة لي وبالنسبة لكثير من الناس اللي جلسوا في هذا المكان. فجاي أشوف الذكريات الجميلة اللي أنا عشتها في هذا المكان مع طاقم العمل لمسلسل سد الغريب. هذه كانت الساحة حق سد الغريب وهذه البيوت اللي كانت هنا اللي صورنا فيها. أنا كان حتى صورنا دخول الشيخ وسلام الشيخ على يحيى. السلام عليكم يا رجال. وعليكم السلام. اهلا بالشيخ شعيب. اهلا يا حجي مقدام. اركبوا على العين والراس. اهلا يا شعيب. اهلا يا شيخ حميد. تفضل. نورت الراحنا يا شيخ شعيب. الراحنا اطيب ناس. أهلا يا شيخ. أهلا وسهلا. ما بتفعل يا جني. الدبور هذا. عفوا يا شيخ. لا خلاص سيرت الغداء. سير خليهم يقربوا الغداء. عفوا يا شيخ. اهلا وسهلا. هذا المسجد تم بنائه بشكل جديد في المكان. انا بوريكم الان كيف المكان وفين كانت الاماكن اللي صورنا فيها. هذا كان مجلس واحد ما كان يجتمعوا المشايخ في هذا المكان. حياكم الله جميعا على العين وعلى الراس. حياك. العفو منكم يا رياحنا وانا مستعد لدفع اي تكاليف جزاء ما حرقت بيت راجح. العفو عنا وعنكم. وما نستحد نخرج من هذا المكان الا والنفوس طيبه. هذا الممر طبعا اللي صورنا فيه اكثر من مشهد وخاصة المشاهد الليلية لو تتذكروها. كانت هنا نزول ام يحيى وهروب السارق اللي جرى وراه يحيى وكان قفزتها من هناك من فوق الجدر بس كان المشهد ليلي. ادخل يمه. منو هذا يا ابني؟ يما ادخلي. كيف ادخل واخش خارج؟ علوي. وهذا كان بيت يحيى وهذا الحوش حق بيت يحيى. ريحان وسلمى رفعنا الصحون. تعاونوا. عاد خليت صحن داخل. يما احمد يلا تسكي الغسوله بدل ما تجي تغسولي. الله يهديك ويحفظك. الباب حتى ما كان ناصر وحميد بيتصايحوا عند الباب. ما قد معك يا حميد. قل لي ما تشتهي.
تشل مرتك وتخرج من القرية. ما عاد عن خيركش انك تطلقها ولا تبقيها على ذمتك، لاني مسكينة امي يحيى ترحم الله ما عاد بيش معاها حد في القرية. حميد اقنع، ما عاد اخرجش من القرية، وبعد شجلس شوكة في حلقك. عنشوف يا ناصر. أنا ألطف مشهد صورته أنا لما كان يتعلق ابن حميد، بعدين رماه حميد وجو هنا حوشوا، ويحيى جاء من هذه المكان الليل وهو يفكر حميد أنه قتل يحيى، كان في هذا المكان. أخيرا مسكتك يا يحيى. كنت دائما أكلمكم يا رياحنا إن يحيى هذا سارق، ما صدقتونيش. كان فاعل نفسه محترم ومسكين، واليوم هذا دخل لاحوش بيتي يسرقه، ومن قبل سرق الدكتور أنور، وبكرة يعلم الله من يسرق من أهل القرية. كم كلمتكم وكم قلت لكم، كنتوا تلوموني دائما، لكن اليوم هذا وقع. شاء أرحم الراحمين إني قبال عيونكم أصطاده داخل حوش بيتي. ما في يا جماعة الخير، ما هو الرصاص هذا الساعة، ما به. ما لكم؟ اسعفوا اسعفوا، ثقيلة ومثل ثقيل. هذا المكان حتى ما كان يركب الزينة لما كان يعمل العرس، ويحيى جاي يقول له يمد الزينة للخيط، هذا كان في هذا المكان. العرس يا رجال زين ما تقدروا تمدوها ساعة الناس. ما لها قدي سابره. لها انا همد ما عدك شلانه. اربط لها انا القصب وبعدين مد لها انا، مثل هنا. الله الله يا رجلي. الصحون يا ولد الصحون. ما هناك كانت شجرة يحيى، هذه كانت شجرة يحيى وعلوي. يحيى وهل يحيى سوى أنشودة أشدو بها إن أقبلوا أو غابوا، هو كالسماء بعيدة ومنيعة وصفاؤه كم حفه الإعجاب، هو كالصباح له نسيم عاطر، هو كالشروق طيوره أسراب. هناك السد ومشاكل السد، سد الغريب. الجميل في الموضوع لما يوصلك لبن بقري جميل لذيذ من البقرة طازج، الطعم يا جماعة رهيب. ششرب الآن بنطلع بهذه السيارة. لا فين يا عم حسين؟ نطلع لفوق، لا عالي الجبل صح؟ ايش اسمها هذه؟ هذه القرية ايش اسمها؟ الحجمة في صعفان. نهاية هذه الرحلة شكرا لكل الناس الرائعين اللي التقيتهم في هذه الرحلة، شكرا لكل من ضيفنا، شكرا لكرم الضيافة، شكرا لأهالي حراز كافة من شرقها إلى غربها، شكرا للجميع بلا استثناء.
أيضا لا أنسى العمادي، أشكرهم الأستاذ غالب والأستاذ جلال وكل العمادي، وأيضا كل الناس، أخي محمد الرائع اللي كان موجود معايا في هذه الرحلة الجميلة اللي صادفتها في حراز، ومحمد الخولاني وكثير من الناس اللي صادفتهم في حراز، أيضا الأستاذ والجد الرائع حسين وليث وكل الشباب الرائعين اللي لاقيناهم في هذه الرحلة وكانوا مميزين معنا. شكرا لضيافتكم، شكرا للكرم اللي أنتم أكرمتونا به. رحلة مميزة كانت مع أجواء البن، مع زراعة البن، مع الريف، مع الأشياء اللي كنتوا تهدونها سواء كان من اللبن أو من الحليب أو من الأشياء الطبيعية. خالص محبتي واحترامي للجميع، وإن شاء الله اللي حابب فعلا أنه يجرب هذه الرحلة. أنا سافرت وسكنت في الريف، ما قصروا جابوا لي شقة كاملة متكاملة بكل ما فيها. انبسطت في هذه الرحلة بأيامها، بكل ساعة وكل لحظة فيها كانت مختلفة مثل ما أنتم شفتوا في الفيديوهات، وأتمنى لكم رحلات زي هذه تكون مميزة. أنا بالنسبة لي عشت أجواء مختلفة تماما واستمتعت بها جدا. ونهاية الفيديو لا تنسوا الاشتراك والشير عشان توصل هذه الحلقة للجميع، ومحبتي لكم، واعتذر عن التأخير أو عن الغياب عنكم. وإن شاء الله الفيديوهات القادمة نتكلم أو نحاول نحن نعمل أشياء خاصة أو نعود للأعمال الفنية أو ما يتعلق بالجانب الفني. خالص محبتي واحترامي لكم جميعا، محبتي لمتابعتكم واهتمامكم الدائم.